تخيل سلطانا قضى شطرا كبيرا من فترة حكمه على ظهر جواده، ينتقل بين الجبال والصحراء لا باحثا عن توسع جديد، بل دفاعا عن بلد تحيط به الأطماع الاستعمارية من كل جانب. ذلك هو السلطان المولى الحسن الأول الذي اعتلى العرش سنة 1873 ميلادية في أحد أخطر المنعطفات في تاريخ المغرب الحديث. عاش هذا السلطان في عصر تقاسمت فيه القوى الأوروبية قارة إفريقيا، فاختار استراتيجية الحركات المستمرة، وهي حملات سلطانية جابت كافة أرجاء البلاد لتأكيد هيبة الدولة وتوحيد القبائل تحت سلطة مركزية واحدة. ودبلوماسيا لعب بذكاء على تناقضات الدولة الأوروبية وتنافسها، خاصة خلال مؤتمر مدريد سنة 1808 ميلادية، مما مكنه من منع سقوط المغرب في فخ الاستعمار لعقود بعكس جيرانه الذين سقطوا مبكرا. لقد ظل المولى الحسن الأول رمزا حقيقيا للمقاومة الدبلوماسية والتشبث بالسيادة الوطنية، قائدا وافته المنية سنة 1894 ميلادية وهو وسط جيشه في الجبال ممارسا لمهامه، باذلا كل ما في وسعه لحماية استقلال أمة بأكملها.